السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد واللي غيكون حول شجرة الزيتون. والموضوع ديالنا مشاهدينا الكرام دائما كما تشوفوا شجرة الزيتون، نظرا للموضوع ديال الساعة هو شجرة الزيتون. لحقاش دابا الشجرة مقبلة على النوارة، على عملية العقد. هادشي هو اللي غادي نعرفوه الاخوان. والموضوع ديالنا بالخصوص هاد الحلقة هذه او هاد الفيديو هو علاش الشجرة تعطيني هاد العام، ما غتعطيني الزيتون، العام الجاي ما غاداش تعطي. يعني تتسمى المعاومة عام بعام. ولهذا غادي نعرفوا السبب الرئيسي باش غادي نمشيو للسبب، كما غنقولوا نمشيو ديريكت المشكل فين كاين، باش غادي نعالجوا هذاك المشكل. الشجره ان شاء الله كل عام غادي تولي تعطينا منتوج جيد. ولهذا ركزوا معايا مزيان. راه كما تنقول لكم دائما حنا تنجيبوا لكم الجديد الاخوان، ما تصيبوش هذا الشيء في شي قناه اخرى. المهم ركزوا معايا وغادي تسيبوا الهضره ديال الصحيحه، غير من الهضره، يعني غير من الفيديو غادي يبان لكم انني على صواب. كما تشوفوا الموضوع ديال البارح دوينا على الاغصان المثمره والاغصان الخشبيه. غادي نكملوا الفيديو ديالنا. كما تشوفوا معايا الاغصان المثمره، كما تشوفوا معايا في هذا الغصن هذا، ها هو كامل، هذا الغصن كامل جا حتى لهنا، حتى لهاد البلاصه، حتى لهاد البلاصه الخضراء. هذا كله هالعام ما يعطيش، ولكن اللي عطى هما الاغصان اللي عطانا العام اللي فات. هما هادو، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. الأغصان اللي العمر ديال تراوح ما بين 5 حتى 7 سنتيمتر، اللي العراش اللي خلقوا لينا العام اللي فات هما اللي عاطينا يعني العناقيد الثمرية. دابا باش غتعرفوا الشجرة عطاتكم هالعام وما غتعطيكمش العام الجاي، ولا راها غادا تعطي العام الجاي. هنا هذه هي، يعني ركزوا معايا مزيان. اشنو غادي نقول لكم؟ غادي تمشي للشجرة دابا في هذه اللحظه هذه، في هذه اللحظه غتمشي للشجره ديالك ان شاء الله تعالى، وغادي تقلب، غادي تسرى الشجر ديالك وغادي تشوف واش كاين النمو الخضري مع النمو الزهري. كما تشوفوا واش كاين هذا الورق جديد مع هاد الاغصان، هاد يعني البراعم الثمريه. واش عندك براعم ورقيه كما هذه، ها هي هذه براعم ورقيه، ها هي بدات طوال، هذه كذلك هذه الاوراق راه مهمين الاخوان، لان هذه الاوراق هما الغله ديال العام الجاي اللي غيكون مثلا في هذا الوقت، يعني سنه. يعني هما يعني خرجوا دابا، ملي غادي يوصل النوار غادي يكونوا كملوا هما العام، غادي يعطونا كذلك براعم الزهريه من هذه الوريقات هذو. يعني ضروري الشجره يكونوا فيها هاد الاغصان، هادو كلهم غيعطوا الثمار العام الجاي ان شاء الله. ولهذا خاصنا نشوفوا الشجره واش فيها البراعم الثمريه والبراعم الخضريه. يعني الا كان عندك الورق جديد في الشجره فبشرى لك، يعني راه عندك انتاج العام الجاي ان شاء الله. يعني ما ندوش من فراغ الاخوان، راه غيكون عندك انتاج. كان عندك غير البراعم الثمريه بحال هذه وما فيكش عندكش الاوراق، راه غادي تكون القضيه ناقصه العام الجاي ان شاء الله تعالى. هذه بالتجربه الاخوان وعلى العلم، لان الاغصان اللي عندها سنه هي اللي تعطينا الثمار. دائما تنقولها وتنعاودها، ولهذا ركزوا. المهم الحل دابا غندوزو للحل الاخوان. اشنو هو الحل؟ يعني اشنو هو الحل؟ راكم تعقلوا نهار اللي كنت تندير الفوسي، يعني واحد الخندق داير بالشجره ودرت فيه الغبار وطلقت عليه الماء الحوض عمر، يعني قبل ما تجي الشتاء. يعني شحال هذا. علاش درت لي هذه العمليه؟ باش تطردق، يعني تعطيني. وقلت لكم ديروا هالشيء الاخوان باش يكون عندك نمو خضري في الى جانب النمو الثمري. راه ما عندكش نمو خضري الى جانب النمو الثمري راه ما عندكش انتاج العام الجاي. العام راه تعطيك كلها غله، ولكن العام الجاي راه ما عندكش الاغصان اللي غيكون عمرها سنه باش تعطيك الثمار. هذه اغصان عمرها غيكون عمرها ان شاء الله تعالى سنه، هي اللي غادا تعطينا ان شاء الله العناقيد ديال الثمريه. كما تنشوفوا هنايا، ها هما هادو كلهم العمر ديالهم سنه. هادو
هذا اللي تشوفوا فيه العناقيد ديال الثمار، راه كان العام اللي فات بحال هذا، تا هو نبت بحال هذا وكبر وعطانا كما تشوفوا. هذا ها هو، هذا من ولد العام اللي فات، ولكن الزياده الفوقانيه اللي جديده العام الجاي غادي تكمل سنه، غادي تعطي ان شاء الله تعالى. المهم غندوزو لهاد الشجره، ها هي طبيشوا لينا نقدوك تشوفوا معايا. هنا راه كانت مشات كرمات وعاد قادينها الاخوان، وكما تنشوفوا النمو الثماري، ها ثمار موجوده، النمو الثماري ثمار موجوده، ولكن النمو الخضري كاين. ها هو صغير طالع، ها واحد، ها جوج، ثلاثه، اربعه، هادو كلهم غادي يعطوا الثمار ان شاء الله. باش غادي يكملوا سنه، يعني غادي السنه غادي يكملوا يعني في الوقت اللي ناضوا فيه، يعني ناضوا بحال اليوم العام الجاي كهاد الوقيته راه غادي يكونوا كملوا سنه، وغادي يعطونا واحد البراعم ثماريه اللي غادي تعطينا ان شاء الله تعالى ثمار. ولكن المشكله الاخوان تنقول لكم، يعني قبل ما تدمر الشجره شهر 12 شهر 11 نديروا الغبار، شهر 1 نديروا الغبار، نسقوا الشجر لما كانش، يعني في الليالي نشبعوا الشجره ديالنا، نعطوها الغبار، نعطوها اليانكري، نعطوها الماء. وغادا الديماري، فاش غادا الديماري غادي ديماري ثمار، وغادي ديماري نمو خضري. ولهذا تنصح الاخوان كاملين ينتبهوا لهذه العمليه. الى داز العام، عام اخر ان شاء الله. تحياتي للجميع، تنشكركم على المتابعه، والى اللقاء.